الرحيم. استمرارا لعمليات لبيك يا حسين، انطلق اليوم لواء 66 سرايا انصار العقيده الفوج الاول باتجاه منطقه الجزيره التابعه لصلاح الدين، واستمرارا لعمليات قبل 5 ايام. ولله الحمد تقدمنا ووصلنا الى اطار الدواعش والى مقراتهم، واخذنا الياتهم وحرقنا لهم معدات وقواطع ولله الحمد. وهذه فرحه المجاهدين وانتصاراتهم اليوم قد باتت، ونحن نقول للدواعش نحن قادمون لكم، واذا اذقناكم في سوريا الويل والعار فان في العراق ستكون مغبره للدواعش، وان شاء الله سنزف لكم البشرى خلال ال 24 ساعه المقبله بتحرير مناطق الجزيره والصبيحات والشسارات والمناطق المجاوره لقرمه الفلوجه، مناطق المجاوره لقرمه الفلوجه والسرسار، وان شاء الله خلال الساعات المقبله سنزف لكم بشرى الانتصار ان شاء الله. ان شاء الله. زين، من يا ساعه بلشت العمليات؟ عمليات حوالي قبل ساعتين. شنو تقدمنا البارحه ورجعنا، بس هسه قبل ساعتين تقدمنا. شباب هاي السياره، شباب يا ولد تبي السياره عذاري. نعم. اي نعم، لا جينا معذره. نعم. زين، خماكو اصابات او؟ لا نهائيا اي مواجهه ماكو. احنا تقدمنا البارحه، اليوم تقدم كلش قوي حجينا. نعم. قدمنا البارحه كلش تقدم قوي، ورجعنا سوينا هيكليه، عادة هيكليه وتقدمنا عليهم هسه حاليا وثبتنا نقاط بمغراتهم. اكو مواجهات صارت من عندهم من قبلهم؟ يعني هي صارت مواجهه، بس العدد اللي عندنا يعني هواي ما واجهوا اي مواجهه. من القوات المشتركه وياكم غير سرايا انصار عقيده؟ بس بدر. اي بدر، نعم. واكو يعني جايتنا باتجاهنا يعني حاليا سرايا الجهاد وسرايا عاشوراء وسرايا السلام وفرقه الامام علي القتاليه، وكذلك من محور اخر لنفس المحور؟ فوج المهمات الخاصه. نعم، من نفس المحور لمحور اخر؟ لا من غير محاور. احنا محورنا على منطقه الجزيره. هسه احنا حاليا مقابل قاطعنا بالضبط. جزاكم الله خير.